نادي النصر من اللي اسسه؟ النصر إيه؟ اسسه الشعب السعودي. الشعب. نعم. ها؟ اسس الشعب. مكتوب كذا؟ اسسه الجماهير. اسسه الناس. إيه؟ من تريد ان تقول؟ تقول من الذي اسس النصر؟ ما هذه وش قصص اعطيكم؟ هذه القصاصات هذا النصراويين اللي قالوا الكلام. اللي تستند عليها. اقرا عليه. هذه قصاصات اسرائيل وانتهى. اسرائيل من اسس النصر هو جيب الجبهه، مطلب جيب الجبهه. من اسس النصر هو الناس الشعب. هذا قالكم. هذا الذي هذا الذي تريدون ان اقرا عليه اقرا عليه اقرا عليه. انتم تريدون ان تهربون من الحقيقه يا سيد عبد العزيز. سيد عبد الرحمن طلعها تريدون ان تهربون بالحقيقه. كبرها من الذي اسس الهلال؟ لحظه خلينا نقرا وش اللي موجود فيها. هذا مصابيح ورئيسه. انا ارد. ها؟ هذا من؟ خليك يا محمد. خالد المصبيح. سالتني من اسس هذا لحظه بس، المؤرخ النصراوي الاول خالد المصبيح، منصفا احمد البربري بعد وفاته. البربري اول رئيس للنصر منذ عام 75 حتى تاسيسه رسميا 1300. خلاص ارد محمد. احمد البربري المؤسس الحقيقي لنادي النصر ورائد رياضي منذ عام 58. جاء من السودان وعاش في وطنه 65 عام. أفلا نكرمه بإبراز أفضاله على الكيان الأصفر؟ طبعا أكبر تحية للأخوان جميعهم السودانيين اللي على العين والرأس. هذا رئيس النصر. يعني هذا رئيس النصر صح ولا لا؟ السودان على فكرة قبلنا إحنا، واللي ما يعترف في الفضل بصراحة هذا أحمق. بس خليني بقول لك، السودان قبل ما احنا كنا ما نعرف اي حاجه، الدكاتره والمهندسين ومعلمينا كلهم سودانيين ونحترمهم كلهم ونقدرهم على العين والراس. هذا الامير عبد الرحمن بن سعود. هذا عبد الرحمن بن سعود. هذا شوف هذا الامير عبد الرحمن بن سعود. شايفين يا سالم شوف عبد الرحمن بن سعود يقول، شوف عبد الرحمن بن سعود يقول طال عمرك ايش وتكريما للاخوان السودانيين. عبد الرحمن بن سعود فقد اخترنا شعار الاصفر شعار الحكومه السودانيه تكريما للسودانيين. عبد الرحمن بن سعود الاصفر والازرق. دقيقه بربري على الشعار. طب انا خليني بس اقرا لك وبعطي لك كامل. زين. طبعا كان الحديث انه ثم قال اننا في نادي النصر نحس بعلاقه وارتباط خاص، فنحن اكثر انديه المملكه ارتباط بالسودان. صحيح. فالنصر تاسس على ايدي سودانيه، ولا احد ينكر دور ابينا احمد عبد الله والد ماجد، والذين تعاقبوا على تدريب النصر بصماتهم هي التي أنبتت هذا الصرح الشامخ، وعلى رأسهم وعلى رأسهم ترنة بين قوسين، بل حتى علم فريقنا الأصفر والأزرق أخذناه من ألوان العلم السوداني القديم، كما أن مجموعة من لاعبي السودان على رأسهم كابتن مصطفى النقر وعلي قاقرين ساهموا مع النصر لاعبين وكانوا ما لهم وارثهم. تفضل لك كامل الحق. محمد احفاد البربري المصدر الخصخصه ما المفروض انه ياخذ لهم حقهم؟ لا يسألك بس هنا ابو سعد هنا ختمين في حديث الامير عبد الرحمن بن سعود. هذا البربري ما يستحقون محمد لحظه بس في تاريخ النصر في هذه